سخنوا جوزي عليا، بقيت اصوت ورقعت وبصت على رجليه، لقيته دخل على المطبخ. فقلت له ايه ده انت هتعمل ايه؟ قال لي لا هعمل ايه؟ هشيل شعرك ده اللي انت فرحانه وبتتباهي بيه. وقبل ما نبدا مشكله النهارده، يا ريت كلنا ندخل نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام في التعليقات. انا متجوزه في بيت عيله، في شقتي، عشتي مع نفسها، وحبيت انزل عند حماتي شويه، حبيت ما حبيتش خلاص. حماتي طلعت عندي اوكي، علاقتي بيهم علاقه الى حد ما كويسه لاني مقصره عشان الكلام وعشان المشاكل. علاقتي بجوزي كويسه جدا. جوزي مش راجل متدين، ولكن انا عارفه ان هو ايه، في حته الغيره شويه. بدات ان انا اتاقلم على طبعه، يعني ما تنزليش غير لما تقولي لي. ولكن خلال ال3 سنين دول انا بدات افهم طبعه عشان اعيش معاه مرتاحه واحافظ على استقرار البيت. بقيت امشي على حسب هواه وحسب دماغه على قد ما اقدر وعلى قد استطاعتي طبعا. من هنا بدات ان الدنيا تمشي معايا عادي. كنت لما باجي مثلا يبقى في حد تحت عند حماتي ينادوا عليا انزل اسلم وكده، فكنت اوقات بنزل بلبس البيت، يعني لو لابسه تريننج، لابسه بيجامه، لابسه جلاليب بيت عاديه، فكنت انزل. من هنا بدا ان جوزي يزعق لي، وكمان حماتي واهل جوزي بداوا ينتقدوا جدا الموضوع ده. انت ما تنزليش كده، طالما في حد يبقى انزلي بلبس خروج او البسي جلباب واسع او الكلام ده. بدات اقول لهم يعني ما احنا في بيت واحد، وبعدين انا عارفه ان مفيش رجاله، دي خالتك وبنات خالتك وكده. كان يقول لي لا، عند امي تحت ما ينفعش تنزلي بلبس البيت العادي. بدات ان انا برضو اتاقلم على كده، ولكن الموضوع بقى متطور معاه اكتر. جوزي ما يحبنيش ابدا اطلع البلكونه غير وانا حاطه الحجاب على شعري، واكتر من مره يقول، بس لان انا ما كنتش متعوده اصلا على كده. انا اتجوزت يا جماعه وكنت اصلا مش محجبه، يعني انا لبست الحجاب بعد ما اتجوزت. هو صمم وقال لي لازم تلبسيه، فلبست الحجاب. ولكن حته بقى ان انا اخرج البلكونه اجيب حاجه، مش بحط بصراحه الطرحه على شعري، او مثلا هخرج انشر، مش بهتم ان انا برضه احط الحجاب على شعري. فكنت اوقات احطه واوقات انسى، وبصراحه كنت كمان اوقات بكسل لو هو كمان خصوصا مش موجود وفي الشغل. فكنت عادي جدا اطلع بقى انشر الغسيل عادي بشعري، اطلع اجيب حاجات عادي بشعري وبلبس البيت، مفيش مشكله. لحد ما في مره من المرات كنت واقفه بنشر، وكانوا اخواته البنات واقفين ومترصصين في البلكونه عند حماتي، وشقه حماتي فوق مني، وهنا شافوني وانا واقفه بنشر الغسيل وانا من غير الحجاب. الدنيا عادي، بس ندهوا طبعا عشان ياكدوا انت عامله ايه وازيك، وبدات ان انا ارد عليهم السلام واتكلمنا. وبصراحه انا مش في دماغي، انا فعلا ناسيه. لحد ما دخلت الشقه جوه وقلت يا نهار ابيض، ده شافوني وانا طالعه نشر وانا من غير حجاب. ربنا يستر بقى ما يصطادوهوش وهو جاي، ولا يطلع عند مامته يقول لها كاني وماني، وهي تقول له لا دي مراتك طلعت كانت بتنشر بشعرها، الدنيا هتقوم مش